السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم بدر الدكروري من مكتبة المنصورة. النهاردة يا جماعة هنشرح موقع جميل جدا في الناس اللي كانت بتعوز تفعل الباي بال بتاعها ومش عارفة تجيب فيزا منين أو تشغل أو تعمل موضوع الفي بي اس عشان برضو تفعل موضوع الفيزا أو الكريدت كارد ومش عارفين يشغلوا الفيزا الوهمية دي منين أو يفعلوها ازاي. طبعا أنا يا جماعة هديكم الموقع ان شاء الله اهو، هسيب لكم الرابط بتاعه. كل اللي هنستعمله ان شاء الله هناخد الرابط ده كده كوبي ونفتحه في المتصفح بتاعنا هنا كده. اول ما يفتح معايا متصفح بالمنظر ده يا جماعه او الموقع بالشكل الجميل ده، كل اللي هنعمله بالظبط هناخد برضو الكود دهوت اللي انا برضو هسيبه لكم، هناخده كده كوبي ونحطه في الانتريور بين. كليك يمين بس يا جماعه. كل اللي هنعمله نعمله شيك ونستنى بتاع حوالي 3 ثواني. شيك بس على البين والحاجة بتاعتها. تمام، هنسيب كل حاجة زي ما هي بالظبط وهنختار نعمل جنريتور كارد، نقول له طلع لي كريدت كارد الايه بتاعة الفيز. اول ما هندوس هنا هنستنى ثواني يا جماعة ويطلع لنا بيانات فيز موجودة بتاعة فيزا كارد اللي هي الموجودة دي بيانات فيزا كارد مش ماستر كارد، فيزا كارد. تمام. طبعا بقى معانا هنا الرقم بتاع ال14 رقم، وهنا التاريخ 06/2020 والبين كود اللي هو بتاعنا 874 حسب الارقام اللي بتكون مطلوبه منك هنا بالظبط اهيت. تمام كده يا جماعه. طيب واثبات الموضوع ده في الباي بال، انا عملت واحده اهوت واثبتت البطاقه وسجلتها. تمام، في الموقع باي بال اكتفته بالفيزا الموجوده ديت. تمام، قال لي اكتملت الاستحقاق بتاعك 100% انك اكتفت في الموقع بتاعك، وادي الرساله اللي جايالي من الموقع ان لقد اضفت طاقة الى حسابك في الباي بال. تمام كده يا جماعة اهو. تمام، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.